من غير تكاليف بقى كتير، ولا نقول استنى اما نجيب سمنة ولا الكلام من ده خالص. هنعمل النهاردة كنافة بالزيت، وهتطلع احلى واجمل كنافة، جميلة وخفيفة وزي الفل. تعالوا نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله كده. تعالوا احنا كده ايه عايزين بقى نحلي. فانا يعني جبت عندي يعني حوالي نص ربع كيلو كنافة، هو ربع كيلو كنافة كده بس. يلا يا حبايبي كده نصلوا على النبي ونشوف هنعمل ايه النهارده بالربع كيلو كنافه. احنا جبنا الكنافه بتاعتنا زي ما هي، بس احنا طلعناها من الفريزر، بتبقى طالعه طبعا ناشفه كده. هرتها خالص يعني، بقت نعمتها. وجبت كده الصينيه دهنتها دهنه زيت، وفردت اول طبقه كده من الكنافه. ابدا افرد فيها كده. فرشتها كده في الطبقه الاولانيه، فرشتها كده في الصينيه وضغطت عليها جامد. وجبت هنا بقى المكسرات بقى. بص حط بقى المكسرات اللي عندك، اي مكسرات عندك حطي، زبيب، فول سوداني، اي حاجه. انا عندي كده ميكس يعني، فول سوداني على زبيب على جوز الهند وحاجات يعني كده مكسرات. اللي بتفيد عندي يا حبايبي اي مكسرات بتفيد عندي بربطها واحطها في كيس كده واحطها في الفريزر. جبت بقى الطبقه التانية. طبعا الكنافه انا قبل ما كنت افردها في الصينيه، انا كنت كلها كده مغلفاها بالزيت، يعني مغلفاها بالزيت. فانا قلت بقى يعني انا مش عايزه سمنه، انا هعملها بالزيت طبعا. بس اهم حاجه يكون زيت نظيف، يعني ريحته يعني حلوه، عشان الكنافه بتاعتنا تطلع كده ريحتها حلوه. طبعا انا فردتها ووضبتها وخليتها فل وضغطت عليها كده وفردتها في الصينيه. وكنت بقى مجهزه الشربات. انتوا عارفين يا حبايبي الشربات كله، انا حطيت كوبايه سكر وكوبايه الا ربع ميه، وحطيتها كده وعصره ليمونه، نص ليمونه، وسبتها بقى على البوتاجاز لما بقى معانا شربات تقيل كده. وطبعا كنت مسخنه الفرن، دخلت الكنافه الفرن على فرن سخن. وطبعا طلعت تحفه وجميله جميله ولونها ذهبي كده وزي الفل، وفي نفس الوقت كمان خفيفه يعني، ولا سمنه بقى ولا عندك سمنه بلدي، عندك اي يعني كده حط سمنه بلدي. لكن انا عندي مزاج اعملها بالزيت، وطلعت جميله زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ودي الكنافه بتاعتنا، بصوا طلعت زي الفل زي الفل. ده فيديو سريع يا حبايبي، تحليه سريعه كده للولاد بقى اللي بيذاكروا. عندك كنافه، عندك لو بصوا لو حته كنافه كده، لو حبه كده يعني كوبايه كنافه هتعمليها في ساعه، في ثواني كده وانت واقفه للولاد بقى اللي بتذاكر. وطبعا الحاجات اللي بتبقى ديت بتتحب يعني في الشتاء، الحاجات الكنافه والحاجات السخنه الحلوه الجميله دي. طبعا انا عملتها سريع سريع كده وجميله. وده الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. بصوا طلعت وجميله جميله متماسكه كده وزي الفل، مع انها معموله بالزيت يا حبايب قلبي. طبعا الزيت يعني بتاعنا هو يعني مش زيت تمون، يعني كان عندي زيت مش من الزيت الحلو اللي هو عباد الشمس، وعملتها بيه طلعت احلى واجمل من اللي معموله بالسمنه وجميله. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. ولو عجبكم بقى بصوا جميله جميله. بصوا الطبقه بقى كده فيها المكسرات كده وجميله. ما تحطوا لنا بقى يا حبايبي اللايك بقى واشتراك في القناه. كل حبايبي ومتابعيني ما تنسوناش بقى في اللايكات واشتراك في القناه يا حبايب قلبي، واشكركم جدا جدا. وده كان الفيديو بتاعنا، فيديو سريع. واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. مع الف الف سلامه.